ودلوقتي أوروبا الغربية تقريبا كلها في إيد هتلر والألمان، ما عدا جزيرة صغيرة أوي في الشمال، والجزيرة دي هي بريطانيا. وكانت الخطوة اللي جاية عند هتلر لغزوها هي عملية أسد البحر، علشان في 10 يوليو 1940 هتلر يأمر اللوفتفافا إنه يبدأ حملة قصف كبيرة جدا على بريطانيا. وكان هدفه الوحيد من القصف ده إن هو يدمر سلاح الجو البريطاني علشان يمهد الطريق لغزو بحري. وفي الوقت ده كانت السماء هي ساحة الحرب الحقيقية، وكل يوم فوق سماء بريطانيا كان آلاف الطيارات بيحاربوا بعض. بس البريطانيين كان عندهم سلاح سري مش موجود عند هتلر، وهو الرادار، وده خلاهم يعرفوا بالهجوم قبل ما يحصل ويقدروا يردوا عليه. وبقيادة سلاح الجو الملكي ال RAF قدروا يصدوا كل الهجمات تقريبا. وتشرشل هنا طلع وقال جملة مشهورة جدا ليه: لم يحدث في ميدان من ميادين الصراع أن دان هذا العدد الكبير بهذا الفضل الكبير لهذا العدد الصغير. ايه الجمل الصعبة دي؟ يلا مش مشكلة. المهم اللي مقصودين بالجملة ديت كان طيارين ال RAF اللي كانوا السبب في إنقاذ بلدهم، علشان بعد شهور من الحرب العنيفة دي هتلر يفشل لأول مرة. وفي أكتوبر 1940 قرر يلغي فكرة الغزو خالص. وبالمناسبة دي كانت أول معركة هتلر يخسرها في الحرب.